السلام عليكم يا شباب. اسمع إلى هذا الشعر الذي كتبه شاب منا يعيش في هذا الزمان، الذي كتبه شاب منا يعيش في هذا الزمن المليء بالفتن والمليء بالذي تراه عيناه. أنشد حزينا على شباب المسلمين وهو يقول: فاضت دموعي والدموع فصيحة، أبكي على الشباب المسلم الحيران، قد ضل في طرق الهوى حتى هوى، ما عاد يعرف وجهة وأمانا، ألعوبة بين الأيادي لا ترى لشبابنا شخصية ومكانا، يوم يجري أمام الغرب لاهث ويوم يحب الشرق واليابان، عشق الفراغ وضيع الأزمان، شاب وقدوته لعيب تافه وممثل يكسو الخنا ألوانا. واسمع لقاصمة الزهور فبعضهم طرق الإله وبقى يعبد الشيطان. دي شريحة من الشباب تجد منهم الكثير في هذا الزمن، أسأل الله عز وجل أن يهديهم ويهدينا. أبكي على الشباب المسلم الحيران، عايش حيران مش عارف هو عايز ايه أصلا، ودي نتيجة البعد عن ربنا. قد ضل في طرق الهوى حتى هوى، ما عاد يعرف وجهة وأمانة، ماشي وتارك لصلاته، ماشي بدماغه وماشي بهواه، ما يعرفش حلال ولا حرام. تقول له يا عم ارجع لربنا وصلي، يا عم ماشي هبقى صلي، ما عاد يعرف وجهة وأمانة، مش عارف الصح من الغلط، وصل لدرجة في البعد عن ربنا ما بقاش عارف ده صح ولا ده غلط، بقى دايس في أي حاجة وهو مش عارف هو ماشي في إيه. ألعوبة بين الأيادي لا ترى لشبابنا شخصية ومكانة. بيلعبوا بيك وبيلعبوا بأفكارك باللي انت ماسكه في ايدك ده، بيكونوا شخصيتك باللي انت بتتفرج عليه، وعايزينك تكتفي بالفرجة على الفيديوهات دي، عايزينك تكتفي بهذه الفيديوهات، عايزينك تكتفي بهذا الريل، عايزينك تكتفي بالتليفون، عايزينك تقعد عليه بالساعات كده لحد ما تنسى اصلا انت كنت ماسكه ليه. بهذا لا ترى لشبابنا شخصية ومكانة. اللي انا قلته لك دوت خلاص انت مكتفي بده، خلاص انت ما عندكش دين تستمد شخصيتك منه، بقى عندك شوية فيديوهات، بقى عندك شوية ريلز، بقى عندك تليفون تستمد شخصيتك منه باللي انت بتشوفه. يوم يجري امام الغرب لاهث ويوم يحب الشرق واليابان. بيقلد اي شيء، بيقلد تقليد اعمى، اي حاجة بيشوفها بيقلدها، عنده مرجعية دينية ولا عنده اي شيء. لا سيما بقى لو كان هذا الامر فيه معصية لله عز وجل، او كان هذا الامر فيه كفر بالله عز وجل. الاهم ان انا اقلد هذا الذي يسمونه الترند بالنسبه له هو، يعني عشق الفراغ وضيع الازمان، ضيع وقته، يا ريت في صلاه، يا ريت في عباده، يا ريت في رياضه، يا ريت في حاجه مفيده، لا بل يضيع وقته على المباريات، على الكافيهات، على المكيفات، على التحدث مع الفتيات العاهرات المتبرجات، يقف على النواصي يشاكل هذا وذاك. شاب وقدوته لعيب تافه وممثل يكسو الخنا الوانا. واسمع لقاصمة الزهور فبعضه طرق الإله وبقى يعبد الشيطان. يا أخي اسمع، يا أخويا اسمع، يا صاحبي، هيقول لك إن إحنا والله في أهم أعمارنا، أهم سن من عمرنا المقصد. أنا عارف إن ممكن أي حد اتكلم في هذا الأمر وقال لك أنت المفروض تستغل شبابك وكذا وكذا وكذا. أنا جاي أقول لك برضه وهأكد لك إن إحنا فعلا في أهم أعمارنا، أهم عمر أنت بتصنع فيه النجاح. سألت أي حد في مجال معين أو سألت أي حد ناجح في حاجة معينة، قلت له بماذا حصلت هذا؟ يعني أنت وصلت اللي أنت فيه ده إزاي؟ تحداك إن هو هيقول لك لقد استغللت عرامة شبابي. أنا استغليت شبابي صح، ما قضيتش شبابي على القهاوي ولا قضيتها على النت ولا قضيتها في الريلز والفيديوهات والكلام الفاضي ده. وتأمل يا أخويا في قول الله عز وجل عندما قال في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يقول بعض أهل السير فهؤلاء الشباب كانوا من علية القوم، الناس دول كانوا أغنياء قوي، الشباب زي وزيك كانوا أغنياء قوي. طب إيه قصتهم بقى؟ ولا حاجة يا أخويا والله، هم كانوا بس في بلد كلها ظلم وكانت بلد مليئة بالكفر، بالتالي أظهروا توحيدهم وثبتوا على ذلك، فوجدوا من الظلم والطغاة الذي يمنعوهم عن ذلك، بالتالي ليس لهم أي قوة أن يواجهوا هذه البلدة، كان ليس لهم إلا الهروب من هذه البلدة والذهاب إلى كهف ينامون ويعيشون ويعبدون الله عز وجل فيه. هذا تسموا على اسمه، ألا وهما أصحاب الكهف. تخيل معي يا أخي، هذا الذي ينام على السرير ويأكل من الأكل الوفير يترك هذا العز والسؤدة وينام في كهف. وأنا يا أخويا مش بقول لك روح نام في كهف، لكن بقول لك انظر إلى
إلى هؤلاء الشباب عندما عرفوا قدر نفسهم زكاهم الله وذكرهم التاريخ بكل خير. أنا بكلم بقى الشباب عامة. أنت أيها الشاب، أنت أيها الشاب مزكى. المزكى لا من زكاه قرينه، لا من زكاه شيخ، الذين لم يروا منك إلا ظاهرا، لكن المزكى هو من زكاه الله ورسوله وذكره التاريخ بكل خير. أنا أقول لك أيضا أنت بركان مليء بالهمة والنجاح والصبر والإرادة، ولكن تحتاج إلى من يشعل فيك هذا ويقول لك هيا انفجر في من حولك بالنجاح والهمة والإرادة لكي ترشدهم إلى الله عز وجل ولكي تدعو إلى الله عز وجل. فأيضا أيها الشاب الذي يقلد التقليد الأعمى للشرق والغرب، أنت لك أجداد عظماء، أنت لست مقطوع النسب. من كان جده أبو بكر وعثمان وعلي وعمر مثل هذا لا يتقهقر في طريق أبدا، كأجداد تتعلم منهم وتأخذهم قدوة وتمشي في وسط العالم برمته مرفوع الرأس. تأمل جيدا يا أخي، تأمل جيدا يا أخويا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني مؤثرا فيك بهذه الكلمات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بس كده، سلام.